اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ مساء الهنا على عيونكم. وهنا بقى اول ما بنزل اشتري حاجة كده والاقي البطاطس دي موجودة لازم أنا اجيبها، بعشقها يا جماعة. البطاطس القوارمة دي بعشقها بجد، في الشتاء بتفكرني بايام زمان. وانا بقى ايه، كنت لسه صغننة كده قبل ما اتجوز. كانت على طول ماما بقى بتجيبها في الشتاء بقى وبتسلقها وبتحمرها، بتبقى خطيرة. طبعا جبتها وغسلتها غسيل كويس جدا، وهنا بقول لكم اللي انا بشرب عصير مانجا. إيه جبتها وغسلتها غسيل كويس قوي، وبعد كده بقى ضفتها في الحلة وضفت لها المية وضفت لها رشة من الملح. هخليها تغلي كويس قوي، وبعد كده بقى بسيبها تبرد شوية، بغير لها المية واسيبها تبرد شوية وبقشرها. بجد بتبقى خطيرة، بعشقها بقى في السندوتشات كده مع مخلل اللفت. بجد الشتا ده بيبقى حلو قوي، وخيره حلو قوي، بيجي بخيره كده وحاجته بتبقى كلها حلوة بقى. طبعا انا بعشق الشتا وبحبه كده، وبحب بقى الاكل بتاعه، وبحب قوي البطاطس الصغيرة. بطاطس القوارمة دي بتبقى خطيرة. هنا بقى ايه، سلقتها وضفتها طبعا في الحلة، وضفتها على البوتاجاز. وطبعا ايه، بوريكم برضو اللي انا ايه، بعد لكم الفيديو تاني. الفيديو من كتر جماله بيعيد نفسه ما شاء الله. البطاطس القوارمة دي بجد لما تلاقيها في السوق حلوة قوي. اول ما بنزل كده وبلاقيها لازما بجيبها. يعني ما شاء الله عندي بطاطس تانية كبيرة، بس انا بعشق دي. بحبها بقى ما تسلقيها كده وتحمريها وتفطري منها. بجد بتبقى خطيرة. وهنا بقى ما شاء الله بدأت اللي هي تغلي، وهسيبها بقى تبرد خالص، وقشرتها بقى وطلعت بالجمال ده. هقسمها بقى كل واحدة نصين كده. بصوا بقى، وانا كمان بقشرها بحب اللي انا اكل بقى منها كده وايه، وانا بقشرها برضو بيبقى طعمها لذيذ قوي. هنا طبعا حلوة البطاطس دي، بتبقى جميلة كده، قوارمة صغننة كده، الواحدة على بق واحد. يا سيدي على الجمال. جمال عدى الكلام. هتقولي لي الجمال في البطاطس، هقول لكم اه طبعا، فضل ونعمة من ربنا. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب. بجد يعني عامة الحاجة ما بتكون موجودة في البيت بتكون حلوة قوي، وانا بعشق البطاطس دي يا جماعة. يا رب تكونوا استفدتوا من يا سيدي يا سيدي على التركات والحلويات. بصوا بقى، قليت البطاطس وطلعت، بصوا اللون الجلد الذهبي ده ما شاء الله. بألف هنا